بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، شخص حلف بالطلاق مرتين وهو مريض نفسيا، هل يقع الطلاق؟ وفي المرة الثالثة أكره الزوج على الطلاق والزوج طلق وهو يقول أنا مريض نفسيا. المرض النفسي أنواع مختلفة، وليس مجرد وجود المرض النفسي مسقطا للأحكام الشرعية والتكاليف الشرعية عن الإنسان. لا بد أن يكون فاقد العقل، لا بد أن يكون وصل إلى حد الجنون، ليس مجرد أنه عنده نوع مثلا من الاكتئاب، هذا مرض نفسي، وهناك العصبية الزائدة، وهناك أنواع كثيرة كلها تسمى أمراض نفسية. معه ورق يثبت أنه مريض نفسيا، يسأل طبيبه هل هو مسؤول عن أقواله وأفعاله وتصرفاته أم وصل إلى حد الجنون. فإن كان مسؤولا عن تصرفاته وواعيا لما يقول فقد وقع طلاقه. يبقى النظر في الإكراه، كيف أكره؟ لأن بعض الناس يظن أن الإكراه هو الضغط الأدبي، مثلا أنه كان لا يريد فضغطوا عليه بالكلام دون تهديد ودون سلاح ودون ضرب وألزموه فالتزم، فيقول أنا غصب عني أرغمت، وهو لم يستوفي شروط الإكراه المعتبر من التهديد بضرب أو قتل أو قطع عضو من الأعضاء، فغلبت الظن بحصول ذلك وعدم إمكان الدفع ولو بالفرار، وأن يكون فوريا مع طمأنينة القلب بإرادته فيما يخص في هذا الباب. يعني طمأنينة القلب بالإيمان هنا تبقى طمأنينة القلب بعدم الطلاق. فإذا فقد شرطا من هذه الشروط لم يكن الإكراه معتبرا، ولذلك لا بد أن ينظر في معنى الإكراه. مسكوا له سلاح، ضربوه، أتوا بسكين، أرغموه على أن يكتب بيده تحت التهديد بالضرب وأن يوقع وأن يتلفظ. أما مجرد أن يضغط عليه بعضهم ويصر على الأمر فيقول له خلاص أنا أطلقها أو مطلقها من كثرة الإلحاح مثلا. ساعات المرأة تقعد تقول له طلقني طلقني طلقني، يقول لها طب أنت طالق، يقول لها ده غصب عني. إيه غصب عنك؟ في مين اللي خلاها غصب عنك؟ عشان هي قالت لي كتير، عايزة أريحها بقى. كل ده ما بيبقاش إكراه، لأن الناس تظن الإكراه بأي حاجة لا يرغب فيها الإنسان تبقى إكراه. الإكراه ده معناه ماسك له سطور ويعجز إن هو يدفعه عن نفسه. يعني لو ماسك له سلاح ويقدر يقاومه ويدفعه عن نفسه مبقاش إيه؟ مبقاش مكره. يقدر يهرب منه مبقاش مكره. الإكراه ده بيقول له لو ما عملتش سوف أفعل بعد أسبوع، مبقاش مكره. هذا لابد وأن يكون فوريا.